انا سعيد طبعا اليوم ده، يوم جميل جدا. تقريبا لاول مره انا وسام لنا وسام واحد الحمد لله. اي انجاز لوسام هو انجاز ليا، واي انجاز ليا انجاز لوسام. انا برضه بشكر في البدايه كابتن شوبير اللي عمل اليوم الجميل دوت والروح الجميله اللي موجوده. ويعني في حاجات كتير الواحد نفسه يقولها، والاحساس اللي موجود اللي هو بعيد عن ماشي الكلام المنظم، ان يكفي الحب الموجود في الناس كلها اللي موجوده والموجودين في القاعه، سواء الساده النقاد او اللاعبين او المدربين او الناس المسؤوله عامه عن المستوى الرياضي. فالواحد سعيد جدا انا وسام ان اول مره يحصل لينا تكريم بالشكل دوت، تكريم معنوي كبير جدا. وطبعا كنا نتمنى ان يبقى في ناس كتير عزاز علينا مش موجودين معانا دلوقتي، وخصوصا الكابتن جوهري والحاج سيد متولي. انا بشكر كل انا وسام بنشكر كل مكان اشتغلنا فيه، كل مكان بدايه من النادي الاهلي، بدايه من الكابتن سيد، بدايه زي ما قال كانت بدايته مع اعتزاله، كان اول تدريب من الشرف ان احنا اول مره نخش النادي الاهلي كان في وجود الكابتن عبد الرزاق الشافعي، وكانت بدايتنا في النادي الاهلي. احنا المكان اللي بدانا فيه النادي الاهلي، وبشكر المكان اللي احنا برضه فيه في نادي الزمالك او على المستوى الاوروبي في مشاهدنا في الباور او في النادي المصري او حسام حتى عنه في نادي الاتحاد او نادي ترسانة. يعني اليوم النهارده جميل جدا، والسعاده اللي انا فيها انا وسام لاول مره فعلا نقرر من ساعه ما لعبنا كوره. يعني دي حاجه جميله، واتمنى ان الروح اللي موجوده دي تبقى موجوده على طول. اتمنى التسامح يبقى موجود، اتمنى ان احنا ما نشيلش من بعض، اتمنى ان احنا نبقى القلوب صافيه، لان يعني مهما اختلفنا هنرجع لبعض تاني. يعني احنا على المستوى الرياضي لو حته التسامح بقت موجوده وحته الحب دي استمرت اكيد هتنعكس على حاجات كتيره في مصر. فانا بشكر كل الناس اللي جم وسعداء بيهم، وانا وسام اي حاجه وصلنا لها واي انجاز وصلنا له واي تاريخ عملناه هو بمساعده كل الناس، سواء المدربين سواء اللاعبين زمايلنا سواء الجمهور، كل جماهير مصر بمختلف انتمائهم. سعداء جدا، واتمنى ان شاء الله ان اي انسان او اي واحد في اي مجال خصوصا في الرياضه ينجز ويشتغل ويجتهد ان البلد توصله بصه محترمه. والحاجه اللي محدش يعرفها حتى المجموعه غايبه عن المجموعه الجيل بتاعنا جيل 90، ان المنتخب الوحيد اللي كان ليه الشرف بعد 56 سنه يوصل لكاس العالم، والجيل الوحيد اللي ما تكرمش بالصوره اللائقه من الناس المسؤوله في مصر. الجيل الوحيد اللي عمل انجاز وما خدش مسام من الجمهوريه هو جيل 90. كل البطولات اللي اتعملت على مستوى الانديه الافريقيه او على مستوى المنتخب في بطولات كاس الامم او حتى المنتخبات العسكريه كلهم ناس كانت في ليهم امثله. وسام من الجمهور ده شرف كبير جدا يفضل على مر التاريخ لاولادنا واحفادنا. كنت اتمنى جيل 90 ينول الشرف دوت يبقى ليه وسام الجمهوريه، وده اقل حاجه. اتمنى طبعا اكيد ما حدش من الناس المسؤوله في فتره حاليه يحس بالموضوع دوت، لكن اتمنى ان تبقى من فتره قبل كده. متشكر جدا ومتشكر لحسام كل الناس قريبين منه عارفين يعني عانى ازاي عشان يبقى حسام حسن، عانى ازاي وناس على نفسه كتير جدا، اصابات ضغط حاجات كتيره جدا، وكان كل ده بيحط ورا ضغط لحد ما وصل المكانه اللي يستاهلها. واتمنى
يعني حاجه اكيده تاني مقرره ان الناس تبقى صافيه مع بعضيها، والناس تبقى ما تشيلش من بعض لانها مش مستاهله. يعني الحب لو هو استمر بمدينه هيبقى في نجاح اكتر، انما طول ما في قلوب صافيه بتلاقي انجاز، اي واحد بيعمل انجاز بيروح ما تحسش بيه. فاحنا عايزين نكرر بعضنا على طول بدايتنا من النهارده ان شاء الله. نتمنى ان القلوب تبقى صافيه خالص وننسى اي مشاكل ما بيننا، واي حد كان شايف من حد سواء مني انا وحسام او انا وحسام لحد. فانا طبيعتنا انا وحسام ان احنا عندنا صافي جدا وننسى اي اساءه بتحصل لنا، لان احنا توكلنا على ربنا، واي توفيق بيحصل لنا واي نجاح بيحصل لنا ده من عند ربنا. متشكر جدا.